هو الحقيقة إن أي علم تطبيقي بيبدأ بعلم أساسي، ده دور هنا ده دور العلم الأساسي اللي بيدّي الحاجات اللي بناءً عليها بيبقى العلم التطبيقي، يعني أنت لو عايز تجرّب دوا بتشوف الدوا ده ليه تأثيرات إيه على الجسم، فبتعمل تحاليل طبية تشوف تأثيره على وظايف الكبد، على وظايف الكلى، على صورة الدم، على أعضاء الجسم نفسها، الأنسجة نفسها بتاع الجسم اتغيّر والّا لأ. الموضوع بيبدأ في الكيميا الحيوي إنها بتغطي وظايف الكبد والكلى والأحشاء المختلفة اللي ممكن الدوا يأثّرها، فبناءً عليه عشان أصرّح بدوا إن ده الدوا ده كويس وممكن ينزل السوق والناس تستعمله، لازم أبقى مطمئن إن ما لوش آثار جانبية موجودة من خلال التحاليل اللي هي بتتعمل للدوا. هو أهم ما يُطرح هو تطبيقات في علم الدواء، يعني هنا المؤتمر السنة دي داخل في التأثيرات الدوائية، إحنا دلوقتي عندنا أدوية جديدة بتنزل في السوق، وعندنا الأبحاث العلمية اللي بتتعمل بينتج عنها بالذات الأبحاث اللي على النباتات الطبية أو الأبحاث اللي حتى على بعض المركبات المخلقة الكيماوية بيبقى في اقتراح ببعض الأدوية الجديدة. هذه الأدوية الجديدة لازم تستوفى من الناحية العلمية من خلال عمل دراسات متكاملة كيميائية حيوية عشان نشوف تأثيراتها إيه. لما الدراسات دي بتبدأ من أول تجارب على حيوانات التجارب ثم بعد كده على المتطوعين، ولما نطمن إنها كويسة وبعد كده بنقول أيوه الدوا ده كويس ممكن ينزل السوق والّا لأ. هنا ده من غير الكيميا الحيوي ما ينفعش. إحنا كل شوية عندنا حاجات نازلة السوق، وكل شوية المخترعين أو البُحّاث بيأتوا بجديد، يعني في حاجات مثلًا طالعة من الفطريات، أدوية مضادة مثلًا لفيروس سي. طيب هذه الأدوية لازم لمّا نجرّبها الأول على حيوانات التجارب بحيث نطمئن إنها ما لهاش آثار جانبية على الجسم، كده ممكن إن إحنا نبدأ نقول أوكي. فهنا في حاجات عندنا، في حاجات على السُكّر، في حاجات على الأمراض المختلفة الشائعة والمنتشرة عندنا في البلد واللي بتهِم العالم كُلّه مش عندنا بس. هذه الأشياء تحتاج إلى استكمال دراسات أو بداية أولًا من خلال الكيميا الحيوي.